ويخوض ريال مدريد هذه الجولة ويتصدر ترتيبه بفارق الأهداف عن جيرونا رغم الإصابات العديدة في صفوفه، والتي بدأ تأثيرها يتراجع مع عودة عدد من اللاعبين الغائبين منذ مطلع الموسم. موسم لن يكون الأخير لمدربه كارلو أنشيلوتي بعد تجديده عقده قبل أيام لعامين إضافيين. جمال جبل يقدم لنا صورة آنية لريال مدريد قبيل استضافة ريال مايوركا في التقرير التالي. عام سعيد لكم جميعا، سنقضي معا عاما آخر ولنرى ماذا سيحدث. أتمنى يكون جيدا. هكذا بدأ كارلو أنشيلوتي سنة كان ينتظر أن يكمل نصفها مع نهاية الموسم ونهاية عقده، لكن فلورنتينو بيريز الذي أنهى عقد أنشيلوتي عام 2016 ربما قد تغير، حيث تمسك بمدربه أمام إلحاح الاتحاد البرازيلي لقيادة منتخبه وقرر الاحتفاظ به لموسمين آخرين. الرئيس لم يتغير وحافزه يأتي من حبه الكبير للنادي منذ صغره. أنا سعيد جدا لتجديد عقدي وهو أمر لم يكن صعبا. أنشيلوتي الذي قال في أكثر من مناسبة أن الريال سيكون المحطة التدريبية الأخيرة له كاد أن يرحل إلى البرازيل، وتمديد عقده حتى 2026 قد لن يكون نهاية مشواره الحافل كمدرب. سأبقى مدربا للفريق حتى عام 2026 وأتمنى البقاء حتى عام 2027 أو 2028، فكما قلت أنا سعيد في ريال مدريد وأريد البقاء هنا. الأخبار السعيدة لم تأتي فرادى لكارليتو، فبعد تجديد عقده بدأت العيادة تفرغ شيئا فشيئا مع عودة العديد من المصابين. عاد فينيسيوس وعاد كارفاخال وعاد أردا، وسيعود مندي وكامافينغا الأسبوع المقبل عليه. الأخبار جيدة. عودة المصابين لا تغطي كل القطاعات، حيث سيستمر غياب ميليتاو وألابا حتى نهاية الموسم. فهل سيغتنم النادي السوق الشتوية للتعاقد مع قلب دفاع؟ ينقصنا قلب دفاع مهمان، لكن لدينا بديلان يحظيان بثقة كبيرة منا، وهما ناتشو وروديغر، وآخران في حالة الضرورة وهما تشواميني وكارفاخال اللذان لعبا في هذا المركز، وعليه ليس لدينا أي نية في تعاقدات جديدة حاليا. حراسة المرمى هي الأخرى محط أنظار، مع استمرار غياب تيبو كورتوا وتألق لونين. لا زال كارلو أنشيلوتي في حيرة من أمره باعترافه. كيبا أصيب بزكام، لم يتدرب هذه الأيام، وعليه لونين سيكون في حراسة المرمى. مع بداية العام عادت الأسئلة لتطرح حول كيليان امبابي، لكن أنشيلوتي يرفض الخوض في الموضوع كعادته وبطريقته، ممازحا أحد الزملاء الذي سأله بهذا الخصوص. أنت لم أشاهدك كثيرا هنا، ألم تسمع من قبل أنني لا أتحدث ولا أجيب على هذا السؤال؟ مرة أخرى يبدأ ريال مدريد السنة في المقدمة وفي طريقه للاحتفاظ بها واستعادة لقب البطولة. لابد له أن يبدأ بمايوركا وفي البرنابيو، وما أصعب البدايات. جمال جبلي بإن سبورتس من مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.